وأول من أرضعته من المراضع وذلك بعد أمه بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت أيضا بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. وكانت العادة عند العرب أنهم كانوا يلتمسون المراضع لأولادهم ابتعاد لهم عن أمراض الحواضر ولكي تقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم، وكذلك ليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله المراضع واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة، وهو كذلك من قبيلة بني سعد ابن